بصوا يا جماعه مفيش please، مفيش ادب، بالامر. correct my sentence. Please provide the sentence you would like me to correct, and I'll be happy to help. I'm good in English. The sentence, I'm good in English, could be improved to, I'm good at English. The preposition at is commonly used to indicate proficiency in a particular skill or area. شايفين يا جماعه انا قلت I'm good in English وانا قاصد اقول الجمله كده غلط، فصححها وقال المفروض تقول I'm good at English. في الفيديو ده يا صديقي جايب لك تطبيق مجاني 100%، وهمشي معاك خطوه بخطوه واعرفك ازاي تستخدمه علشان يدربك على المحادثه، الجرامر، الكلمات، النطق، واخر مهاره حرفيا هتبهرك. عشان كده مهم جدا تشوف الفيديو لاخره. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسلام وانت بتتفرج على زي انجلش. تخيل يا صديقي انت قاعد كده جه ميسي وخبط على الباب وقال لك تعالى ادربك ازاي تلعب كوره، فانت قلت له لا 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 لا، انا عندي افضل كتاب لتعليم كرة القدم في العالم، انا هقرا الكتاب ده وبعد كده ان شاء الله هبقى كويس جدا في الكوره. هل بالطريقه دي هتبقى كويس جدا في الكوره؟ قطعا لا. وده يا صديقي ايه اللي بتعمله لما بتعتمد على التكست بوك وطريقه الحفظ والتلقين وتهمل الممارسه. الممارسه يا صديقي هي اقرب طريق يوصلك للطلاقه. طبعا يا عم اسلام احنا عرفنا ده من الفيديو اللي فات، الممارسه مهمه جدا، لكن امارس ازاي؟ تطبيقات الممارسه غاليه جدا، وليه تدفع فلوس لما في تطبيق مجاني من مايكروسوفت؟ باكد ان هو مجاني 100%، وهعرفك دلوقتي خطوه بخطوه ازاي تستخدمه من على الكمبيوتر. اول حاجه ممكن تستخدمه في انه يدربك على المحادثه، فتطلب منه مثلا محادثه بين شخصين في البنك، في المطعم، في المطار، وهكذا. تعال اقول لك ازاي بشكل عملي. تدخل على جوجل وتكتب كوبايلوت بالطريقه دي بمنتهى البساطه، هتفتح معاك بالشكل ده. طبعا هتكون سجلت على مايكروسوفت تسجيل عادي جدا جدا، فالتطبيق هيظهر قدامك بالشكل ده. ادي كوبايلوت وادي تحت اهو علامه السماعه علشان نسجل، فهقول له please can you write a chat between two people at the bank and please make it simple and clear and also short. Certainly. Here's a short and simple conversation between two people at the bank. Customer C, hello. I'd like to open a new savings account, please. Bank teller BT, of course. Could you please fill out this form with your personal details? C, sure, here you go. BT, thank you. Now, let me explain the different account options we offer. C, great, I'm interested in one with no monthly fees. BT, certainly. Our basic شوفين يا جماعه بمنتهى البساطه جاب لي محادثه بين شخصين في بنك، فانت ممكن تسمعها وتتدرب عليها. تمام. كمان التطبيق ده ممكن تستخدمه في انه يدربك على الكلمات، فتختار كلمه مثلا وتقول له استخدم لي الكلمه دي في 10 جمل، في 20 جمله، ان شاء الله في 100 جمله. وكمان ممكن تطلب منه ان هو يبسط الجمل دي. Please use the word confidence in 5 short and simple sentences. Certainly. Here are 5 short sentences using the word confidence. Confidence is key when giving a presentation. She walked into the room with confidence. His confidence grew as he practiced more. The team performed well due to their collective confidence. Trust yourself and speak with confidence. Feel free to ask for more examples or any other assistance. شوفنا يا جماعه اداني 5 جمل رائعين وكمان صغيرين باستخدام كلمه confidence. تمام. كمان يا صديقي ممكن تستخدمه في القواعد، فتقول له اشرح لي قاعده معينه وتقول له اديني امثله على القاعده دي وبسطها لي على قد ما تقدر. مش بس كده يا صديقي، ده انت ممكن تنطق جمله غلط وهو صححها لك زي ما عملنا في المقدمه. Just explain to me the present simple tense in short sentences and then give me 3 sentences using the present simple tense. Make it very short. Certainly. The present simple tense describes general truths, habits, and scheduled events. Here are 3 short sentences using it. She loves her job. General truth. We drink coffee at work. Habit. Do you make people happy? Question about a regular action. Feel free to ask for more examples or any other assistance. شوفوا يا جماعه جمال، اداني البريزنت سمبل تنس وكمان اداني الاستخدامات. اول حاجه قال لك جنرال تروث، بعد كده قال لك عاده، وبعدين قال لك الكويستشن، يعني شرحه بمنتهى البساطه. كمان التطبيق ده ممكن يدربك على النطق، مثلا عايز تتدرب على الفرق بين الشورت اي واللونج اي، كلمه زي تشيب وتشيب، فتطلب منه يقول لك جمله Please give me a sentence that has the word cheap and the word chip as many as possible. Certainly. Here are sentences using both cheap and chip. I bought this dress on sale and it was as cheap as chips. The local market offers fresh produce that's as cheap as chips. Smoke detectors are cheap and easy to put up. Don't resort to cheap copies, save up for the real thing. Mobile phones used to be very expensive. Today they are as cheap as chips.
او مثلا عايز تتدرب على نطق حرف الار، فتطلب منه يديلك 3 جمل فيهم حرف الار كتير جدا، وتطلب منه ينطق الجمله دي، وكمان انت تنطقها وتساله يا ترى نطقك صح ولا لا. وكمان يا صديقي ممكن تستخدمه علشان يعمل لك سمبليفاي اي فقره بالانجليزي صعبه وانت مش عارف تفهمها، ممكن يلخصها لك بمنتهى الاحترافيه في نقط معينه. مش بس كده يا صديقي، ده انت ممكن تنطق الكلمه وتساله هل انت بتعمل ستريس على المقطع الصحيح جوه الكلمه ولا لا. Please write 2 sentences using the letter R as many as possible. Certainly. Here are 2 sentences using the letter R. Rita rode her bike to the riverbank. The red roses bloomed in the garden. Feel free to ask for more examples or any other assistance. شايفين يا جماعه السهوله؟ في ثانيه واحده جاب لي جملتين فيهم letter R. طب عايز اقول له زود. Please give me more 3 sentences that has letter R as many as possible. Certainly. Here are 3 sentences with the letter R. The raindrops danced on the rooftop. She carefully read the ancient scroll. His rapid response surprised everyone. Feel free to ask for more examples or any other assistance. واخيرا يا صديقي، اهم مهاره من وجهه نظري موجوده في التطبيق ده هو الايميل. التطبيق ده بيكتب ايميل بشكل احترافي احسن من اي انسان بيكتب ايميل. فمثلا هطلب منه يكتب ايميل لمديري في الشغل ويقول له ان انا هارد وركينج بيرسون، يعني شخص مجتهد، وكمان انا مخلص للشركه ولكن عايز زياده في مرتبي. تعال اقول لك تديله الامر الصحيح ازاي. نيجي بقى يا جماعه لاخطر اداه موجوده في التطبيق ده، وهو ازاي يكتب لك ايميل بشكل احترافي. Please write an email to my boss telling him that I am a hard-working person and I have dedication for the company, but I need a raise in my salary. Okay? فثانيا نشوف بقى هيعمل لنا ايه. Certainly. Here's a sample email you can use to communicate your request for a raise to your boss. Subject: Request for salary review. Dear boss's name, I hope this email finds you well. I wanted to take a moment to express my gratitude for the opportunities I've had at... لا مش عاجبني يا جماعة، أنا عايزه أقصر. Please make it shorter. Certainly. Here's a concise email requesting a salary raise. Subject: Salary review request. Dear boss's name, I've been dedicated to company name and am committed to our success. Could we discuss a salary adjustment? I appreciate your consideration. Best regards. Your full name. Your position. شايفين يا جماعة؟ كتب الإيميل جملة واحدة، من فضلك عايز أناقش تعديل في السالري بتاعي. إيميل احترافي بسيط جدا سهل جدا في ثانية واحدة. وكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو شايف الفيديو ده مفيد من فضلك لايك كومنت شير. We thank you for watching guys. I'll see you next video.